السلام عليكم. هكلمكم النهاردة عن حاجة في العادة محدش بيهتم بيها، حتى لو بعض الناس انتبهت ليها ممكن ما تعرفش معناها، واللي هي الأرقام الموجودة على جزايز المية وعلب البلاستيك، واللي بتدل عن مخاطر وصحة المادة البلاستيك واللي مصنوع منها الجزاز والعلب، واللي هي أصلا مصنوعة من مواد كيميائية. لأن في دراسات كتير جدا بتتكلم عن أضرار استخدام البلاستيك في الأكلات والمشروبات، لأن معظم المواد البلاستيك بتتفاعل مع الأكلات والمشروبات وبتسبب أمراض خطيرة جدا على الصحة. فهبدأ بمخاطر وأضرار البلاستيك عشان نكون على علم بيهم. من مخاطر البلاستيك إنه ممكن يسبب: واحد، اضطرابات هرمونية. في بعض المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك زي البي بي بي أو البيفسينول A ممكن تتداخل مع الهرمونات الطبيعية في الجسم وتسبب اضطرابات هرمونية، واللي طبعا ممكن تؤثر على جهاز التناسل والنمو والتمثيل الغذائي. اتنين، أمراض القلب. في بعض الدراسات أظهرت إنه في ارتباط بين التعرض للمواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب. تلاتة، السرطان. المواد الكيميائية زي البي بي اي ممكن تسبب أنواع معينة من السرطانات زي سرطان الثدي والبروستاتا. أربعة، المشاكل العصبية. التعرض لبعض المواد الكيميائية الضارة الموجودة في البلاستيك ممكن تؤثر جدا على الجهاز العصبي، وده ممكن يسبب مشاكل في النمو العصبي والوظائف العقلية وخصوصا عند الأطفال. خمسة، أمراض الكبد والكلى. المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك ممكن تؤثر جدا على وظائف الكبد والكلى وممكن تسبب تليف بيستمر فترة طويلة جدا. ستة، ضربات الجهاز التنفسي. استنشاق المواد الكيميائية المتطايرة من البلاستيك ممكن تسبب مشاكل في الجهاز التنفسي، وده ممكن يسبب تهيج الرئتين وأزمات ربوية. والأزمات الربوية دي حالة طويلة جدا بتخلي التنفس صعب لأن الممرات الهوائية في الرئتين بتبقى ضيقة، وأعراضها بتشمل السعال والأزيز وضيق الصدر وصعوبة في التنفس. سبعة، التهاب المفاصل. بعض الأبحاث بتقول إن التعرض للمواد الكيميائية اللي موجودة في البلاستيك ممكن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل وأمراض العظام التانية. 8، التأثير على الإنجاب. المواد الكيميائية مثل الفسالات واللي هي موجودة في بعض أنواع البلاستيك ممكن تؤثر على الخصوبة وممكن تسبب عقم وإجهاض. ثانيا، تعال نشوف مع بعض الأرقام دي معناها إيه. رقم واحد، واللي مصنوع من بولي إيثيلين إيثوفيسالات، واللي بنلقاها مكتوبة باختصار على العلبي BET أو BETE، وفي العادي بيستخدموه في جزايز المية والمشروبات الغازية، وبيعتبر آمن للاستخدام لمرة واحدة بس، يعني ما ينفعش تستخدم غير أول مرة وما تعرضوش لأي حرارة. رقم اتنين، واللي مصنوعة من هاي دينستي بولي إيثيلين، اللي بنلقاها مكتوبة باختصار HDPE. المادة دي بيستخدموها في علب اللبن والعصير وبعض الأكلات، بيعتبر آمن وممكن تستخدم أكتر من مرة ولكن ما تعرضوش لأي حرارة. رقم تلاتة، المصنوعة من بولي فينيل كلورايد، واللي بنلقاها مكتوبة باختصار BPC. النوع ده بيحتوي على مواد كيميائية ممكن إنها تتسرب للأكلات والمشروبات اللي موجودة فيه، فأنصحك إنك تتجنبه خالص. رقم أربعة، والمصنوعة من لو دينستي بولي إيثيلين، واللي هي بنلقاها مكتوبة باختصار LDPE. بيستخدموها في صناعة الأكياس البلاستيك وأغلفة الطعام، وبيعتبر آمن للاستخدام أكتر من مرة. رقم خمسة، واللي مصنوعة من بولي بروبيلين، واللي بنلقاها مكتوبة باختصار BB. وبيستخدموها في علب الزبادي وبعض علب الأكل، وبيعتبر آمن للاستخدام أكتر من مرة وممكن يتعرض للحرارة الخفيفة. رقم ستة، واللي مصنوعة من البوليسترين، واللي بنلقاها مكتوبة باختصار BS، وبيستخدموها في الأكواب والأطباق البلاستيك وبعض علب الأكل السريع. ومادة البوليسترين المصنوعة منها دي ممكن تتفاعل جزئيا مع الأكلات والمشروبات الساخنة، والنوع ده ما يستخدمش غير مرة واحدة بس. رقم سبعة، واللي مصنوعة من البوليكربونات أند أوزرز، واللي موجودة في أنواع مختلفة من البلاستيك، واللي بتحتوي على مادة البي بي اي اللي قلتها من شوية، واللي بتسبب اضطرابات هرمونية وسرطانات. فأنصحك إنك تتجنب النوع ده من البلاستيك في أيا كان الأكلات أو المشروبات. وأخيرا الخلاصة، اتجنب استخدام البلاستيك اللي بيحتوي على الأرقام 3 و6 و7 في الأكلات والمشروبات، لأن رقم 3 و7 فيهم مادة البيسفينول A أو البي بي اي، وهي مادة بيحذروا عالميا من استخدامها في المأكولات والمشروبات، واللي اتمنعت في العديد من الدول لأنها بتتداخل مع الهرمونات التناسلية وبتسبب سرطانات وبتسبب أمراض كثيرة جدا وبتأثر على كل الوظائف الطبيعية في الجسم. ما تستخدمش الجزاز والعلب البلاستيك المخصصة لاستخدام مرة واحدة غير المرة الأولى بس، واللي مكتوب عليها الأرقام 1 و6 زي جزاز المية، لأنه في نتائج وتحاليل عملوها على بعض العلب والجزايز بعد استخدامها لمدة أسبوع، ولقوا مواد كيميائية وبكتيريا فيه ممكن تسبب أمراض خطيرة زي أمراض القلب والمشاكل الهرمونية والسرطانات. ما تعرضش أي علب بلاستيك لأي حرارة عالية زي إنك تسخنها في الميكرويف أو تسيبها في الشمس. استخدم بدائل أفضل وأكثر أمانا من البلاستيك زي الجزاز أو الفولاذ المقاوم للصدى لتخزين الأكلات والمشروبات. ولو سمعت النصائح دي وطبقتها وتجنبت استخدام الأنواع الضارة من البلاستيك فممكن جدا إنك تحمي نفسك وصحتك من كل الأضرار دي. واخيرا ما تنساش تعمل خير وتشارك الفيديو ده مع غيرك، لان في ناس كتير جدا ما تعرفش المعلومات والمخاطر دي، واعمل لايك لانه بيساعد على نشر الفيديو، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدل على الخير كفاعله. سلام عليكم.